المظلمة الأولى معنا اليوم في ديوان المظالم وردت من المواطن إبراهيم نصر السيد الجوهري من قرية تطاي مركز السنطة في محافظة الغربية. بيدعي أو بيقول إن هو كان يعمل شرطيا بوزارة الداخلية وتم عزله من وظيفته بناء على قرار هو بيقول بيستند لأسباب حبسه على ذمة عقوبة جنائية. تعالوا نسمع الأخ إبراهيم نصر السيد الجوهري ونشوف الزميل محمد فوزي تواصل مع السيد اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية، وفي رد هنقوله بعد ما نسمع كلام صاحب المظلمة. نتابع. أنا اسمي إبراهيم نصر السيد الجوهري من قرية اسمها قرية تطاي مركز سنطة غربية. ايه الموضوع يا اسطى؟ الموضوع بتاعي بحقيقة أنا ما شفتوش على مستوى العالم كله ولا أي حد يتخيله. أنا كنت موظف في الشرطة. تتصور حضرتك إن القانون بيقول لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص القانون. سيادتك أنا شلت جريمة من غير نص قانون، عوقبت من غير نص قانون، اتحبست 6 شهور ورفدوني من خدمتي من غير جريمة. يعني مش حكم قضائي يعني ولا ايه؟ حكم محكمة عسكرية ده في الوقت ده، واتضح انها محكمة سورية مفيش احكام. لما رفعت تظلمت للجهات من سنين. لما تظلمت للجهات لم يعبرني احد لحد ما وصلت في مرة من المرات للوزارة ودخلت لمساعد مدير شؤون الافراد، وبعدين بقول له انا موضوعي كذا كذا. قال لي انا لسه هدور في ورقك، انا اجيب ورقه من الزباله وادخل 50 واحد بدالك؟ ازاي ابقى انا مواطن وفي بلد جميله زي مصر ديت واخش السجن واعتقل 6 شهور واترفد من خدمتي، ولما اجي ارفع دعوه قضائيه واروح للمحكمه وكان فيها مستشار جليل في مجلس الدولة اداني ورقة من داخل القضية، قال لي انت واخد سنة عزل من الخدمة، روح هات لي زيها وانا هرجعك خدمتك. خدت الورقة حضرتك، رحت للنيابة العسكرية، يا نيابة عسكرية طلعي لي المحكمة بتاعتي، قالت لي يا ابني انت ما اتحكمتش، طب اديني مستند بالكلام اللي حضرتك بتقوله. اداني المستند وموجود مع حضرتك ان انا التوقيت كان امتى؟ التوقيت ده في انا رفعت تقريبا الحكم اللي انت خدته ده الحكم ده من فتره طويله، ما تستنيش عليه لان في كلام تاني هقوله. الحكم من فتره طويله، وبعدين انا المشكله بقى مش في الفتره الطويله ومع الشرطه دلوقتي، ده دخلت كمان في القضاء. لان لما دخلت القضاء اداني مستند وقال لي روح هات لي نفس الحكم، انت موقوف عن العمل سنه، ازاي يرفدوك؟ فرحت للمحكمه العسكريه، قالت لي انت ما عندكش عندنا محاكمات. حضرتك خدت الجواب ورحت لملف خدمتي. اي موظف على مستوى العالم بيعمل غياب، بياخد ترقية، مريض، بيقول اجازون هو نايم في بيته، هذا المستند بيتحط في ملفه. صح حضرتك؟ اخد الجواب واروح لملف الخدمة اقول له طلع لي المحكمة اللي انتوا حكمتوني بيها، السيد العميد مدير الحماية المدنية يفتش الملف ورقة ورقة ما يلاقيش ليا قضية.